بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، من قناة سلام الإعلامية المباركة، منها أنا أحمد شريف أحييكم، راجيا سيداتي سادتي أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. كل عام وأنتم بخير. كانت حلقة أعدت لأيام الأعياد، أرجو أن تكون قد رأت النور وشاهدتوها أيها الأحباب الكرام. وربما لزحمة البرامج بالذات من شيوخنا الأفاضل ربما ما رأت النور، أعتقد ذلك. لكن على كل، هذه الحلقة رقم 227، 27 بعد ال200 والحمد لله، في برنامج مع اللغة العربية. لكن تعميما للفائدة كنت قد نشرتها لكم على صفحتي الحلقة السابقة، وكانت لقاء عيدي مع فضيلة الشيخ مصطفى حسن، أحد الشيوخ والأئمة والدعاء إلى الله في هذه المدينة، مدينة ميلبورن. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أعتقد أننا يعني لم نقدم لكم شيئا من الشعر لفترة طويلة، أعتقد ذلك. والآن خاصة ونحن نعيش أزمة الأمة الإسلامية والعربية، وأنا أتابع الأحداث، ما يجري في لبنان، في دول الخليج، يعني الشام والخليج، وفي إيران، ودول المنطقة، وقبلها طبعا السودان واليمن والصومال. أن اتجهت إلى بلاد عربية كانت أو إسلامية، فتجد هذه المأساة التي نعيشها مع الأسف الشديد. وكلما اطلخم الأمر وإدلهم الأمر في أمة الإسلام والعرب، لا أدري لماذا ألوذ بنفسي دوما إلى القصيدة التي كتبت قبل تقريبا 39 أو 40 عاما للشاعر المجيد، أستاذنا شاعر اللغة والفيلسوف، الأديب المفكر العالم الجليل، فراج الطيب السراج. فراج الطيب، عزيز المشاهد، كما تشاهدون صورته هذه، هذا عنوان القصيدة التي سأتلوها عليكم بعد قليل: دار السلام تحية وقضية. فراج الطيب الذي ولد عام 1800 900 عفوا 33، ورحل عن هذه الدنيا 1998، حيث كنت آنئذ في أسمرة. وكان آخر لقائي به 93. بعد 5 سنوات من لقائه توفي في الخرطوم، مأسوفا على رحيله الذي رحل مبكرا، 65 عاما فقط التي عاشها، ولكن كلها كانت دفاعا عن العربية والإسلام، ودفاعا عن الدين الحنيف. ظل فراج الطيب مع كوكبة قليلة من أقرانه، مدافعا عن حمى العروبة، ومواجها كل أصناف التحديات التي آه، واجهت اللغة العربية من بنيها، ومن بني الفرنجة وغيرهم. ظل فراج مع كوكبة قليلة كما قلت لكم، مستمسكا بعروبته ودينه وإسلامه. وكان يرأس مجموعة آه، اتحاد الأدباء، وليس اتحاد الكتاب. اتحاد الأدباء واتحاد الكتاب كان في رئاسته فيما أظن البروف عبد الله طيب رحمة الله عليه. ذلك جهبذ آخر، ربما ناتي ونتحدث عنه في حلقة من حلقاتنا بإذن الله. لكن كانت المدرستين مختلفتين في التعامل مع الأدب.
فراج الطيب السراج كان يؤمن على أن للأدب رسالة، ورسالة مضبوطة بقيم الدين ورسالة، وفي نفس الوقت يؤمن على أن الشعر، كما قال: الشعر عندي حسام لو ضربت به أعناق هذه الجبال الشامخات فرى، وليس محض هراء أو هوى لفتى مستهجن فيما أظن يعبد الأحداق والحورى. هذه في واحدة من قصائد القوية. فراج طيب تعرفه أروقة الأدب ومنتدياتها ومرابدها، ويكفي شرفا أن فراج كان يمثل العروبة والإسلام من بوابة السودان في مربد العراق أيام العراق عندما كان شامخا صدام حسين والمجموعة يعني. على الرغم من الهنات التي كانت هناك، فراج كان يتوجه إلى المربد، وكان صوتا بارزا قويا، يعني لا يتزحزح قيد أنملة عن الأدب ورسالته، متحليا بقيم الإسلام وفضائل هذه اللغة الشريفة. وكان يواجه هناك معارك مجموعة نزار قباني ودكتورة سعاد الصباح ومجموعة من الحداثيين وغيرهم، وكان ينبري لهم لوحده كأبي ذر مع مجموعة. كان صوتا متميزا متفردا، يعني يأتي بقصائد الطوال، نفسه طويل في دنيا الشعر والشعراء، ورسالته مختلفة تماما عما كان يقدم في العراق. ومما بلغني أن الإعلام العراقي كان يحتفي بفراج احتفاء يليق بمكانته، سيما وأنه ابن ذلك العالم علامة القرن العشرين والده الطيب السراج رحمة الله عليه وأكرم مثواه. هذا والد أستاذنا فراج الطيب السراج. كما قال أحد الكتاب والشعراء: إذا رأيت صورة الطيب السراج تكاد تقول له متى جلس مع البحتري، وأين شرب القهوة مع أبي تمام، ولماذا تحدث مع أبي الطيب المتنبي بذلك، ومتى رأى عنتر العبسي، وهكذا، دلالة على أن الطيب السراج كان نسيج وحده. هذه صورته ربما لا تظهر الآن، ولكن إذا تواريت قليلا أيها الأحباب الكرام أنا أتوارى لتروا هذا والد أستاذنا فراج الطيب السراج. وحقيقة كان الحديث عن أستاذنا العلامة شيخ الشعراء الطيب السراج حديث يطول ويطول. ربما نأتي إلى أدبه في يوم من الأيام. فهو ابن العلامة الطيب السراج رحمة الله عليه. فراج الطيب عزيز المشاهد كان صوتا عروبيا إسلاميا. هذه واحدة من قصائده كذلك. لكنني الآن بصدد الحديث وتقديم دار السلام تحية وقضية. طبعا أستاذنا فراج رحل مبكرا إثر علة لم تمهه، يعني عانى من المرض كذا أعوام. وعلى الرغم من أنه تولى مناصب عدة في حكومة البشير، وكان شاعر المجموعة في بداية عهدها، لكن في نهاية المطاف عندما تنكب الإنقاذ طريق الحضارة العروبة والإسلام، فراج الطيب تزحزح وانسحب. ولذلك النظام البائد الراحل مجموعة الإنقاذ برضو تنكرت لجميله، حيث كان هو المنافح الأول إلى أن تولى مناصب عدة وأصبح عضوا في البرلمان، وتولى كذلك رئاسة عدد من اتحاد الأدباء. ويعني ترك بصمة كبيرة في عندما تولى الشؤون الأدبية والثقافية على أعلى مستوى. لكن في نهاية المطاف برضو الحكومة حتى لم تقم بواجب
بواجب علاجه، فعلى نفقته كان يعالج إلى الرحل رحمه الله وأكرم مثواه. عزيزي المشاهد، لماذا ألوذ دوما إلى قصيدة دار السلام تحية وقضية؟ آه، في ذلك الوقت كنا تقريبا في الصف الثاني بالجامعة. هذه القصيدة تقريبا 8 إما 87 أو 88 1900 يعني. وأخشى أن لا تكون، ما أظن أنها 86. هذه القصيدة عمرها قرابة 40 وشيء يعني. وكنا محظوظين عندما استمعنا لقصيدة دار السلام في صالون الأصالة في أبروف في منزلي في إحدى الجمعات، حيث كنت من رواد ذلك الصالون 4 أعوام. ولو لم أتخرج لكنت من الجامعة أعني لظللت مواكبا لصالون الأصالة ومتابعا له. 91 توجهنا إلى أسمرة وتركنا فراج الطيب السراج رحمة الله عليه وأكرم مثواه. كان عهدي به أخيرا بعد ما دخلت أسمرة 91. جاءنا مع وفد الرئاسة برئاسة عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان السابق، ربنا يفك أسره. فجاء مع الموكب الرئاسي، وكنت حينئذ مكلفا بتغطية رفع العلم في ساحة الفاتح من سبتمبر 93 بعد الاستفتاء، حيث كان عدد من الرؤساء شرفوا إريتريا، البشير على رأسهم وملا الزيناوي الراحل كذلك، وعدد من الرؤساء. مبارك رحمة الله عليه لم يحضر مع أولئك الرؤساء، لكنه حضر في اليوم الثاني بطائرة خاصة ومكث في أسمرة 3 4 ساعات وعاد أدراجه إلى القاهرة. يعني ما أعرف، لو كان جمع الموكب الرئاسي الحاشد الكبير، لكن السياسة المصرية وقد تكون هنالك أسباب. على كل، من بين الرؤساء الذين باركوا لاستقلال إريتريا كان عمر البشير، وكان بمعية الوفد الرئاسي أستاذنا فراج الطيب السراج. كنت مكلفا آنئذ بتغطية رفع العلم من ساحة الفاتح من سبتمبر. وعندما شاهدت موكب الرئيس البشير داخل وفراج معه، حقيقة أنا لم أهتم بالوفد الرئاسي كله إلا بفراج الطيب السراج أستاذي وشيخي وأميري في الشعر. فظللت أتابعه أين يجلس. فجلس خلف في المنصة الرئيسية طبعا، خلف البشير ووزير الخارجية وهكذا يعني. وساعة الزبير محمد صالح رحمة الله عليه نائب الرئيس أعتقد كان موجودا مع الوفد، لكنه كان قد سبق البشير في عام 92 وقدم رسالة وكلمة قوية باسم ثورة الإنغاز. وعمر الإنقاذ وعمر المجموعة بتاعت الشعبية دي واحد في إريتريا في الجانب التاريخي يعني. فقدم الزبير رحمة الله عليه كلمة قوية من ساحة الفاتح من سبتمبر. أنا لم ألتحق بالإعلام 92 وكنت في الجالية. بعده بشهر التحقت بالعمل الإعلامي. فما أظن أنه الزبير كان مرافق للبشير رحمة الله عليه وفرج الله كرب البشير. فظللت أتابع فراج إلى أن جلس خلف صف الرئاسة. ف... وخلاص أنا كدت أن أنسى العلم ورفعه وهكذا. فدلفت إلى فراج الطيب السراج، وهذا شيء بالشيء يذكر يعني. فقلت له: شاعرنا أستاذنا وشيخنا الفاضل العلامة الجهبذ، الشاعر الأديب الأريب المفكر العالم أمور اللغة، مرحبا بكم في إريتريا. فأول كلمة قالها لي: يا ابني وقف التسجيل بالدارج السوداء. قال لي: انت جابك شنو في البلد دي؟
سبحان الله. أجابك شنو في البلد دي؟ ماذا أتى بك إلى هذه البيئة؟ هو تفقدني يعني عامين فقط، ومتذكرني لأنه احنا كنا من رواد صالون الأصالة الأسبوعي كطلبة يعني. فقال: لماذا جاء بك إلى هنا؟ فقلت له: أستاذنا العزيز، ولم أكن لابسا كهذا، طبعا أنا لابس جاكيت والدنيا برد أسمرة وعامل قبعة وهكذا، يعني شكل مختلف. وهو يعرفني في صالون فراج على أنني من أمة السودان، ولذلك أقول لكم هذه الحدود الوهمية الاستعمارية أنا لا أؤمن بها أيها الأحباب الكرام. فالراجل لم يشك في أبدا، ولم يخطر بباله أنني ممكن أن أكون إريتريا، حيث كنت في الجامعة من شرق السودان، وأعتز بذلك يعني. فظن فراج على أنني من شرق السودان، وهكذا كان يتعامل معنا، وكنا مجموعة، وهناك ما في واحد يسألك من جنسيتك داخل الصالون، وتأكل وتشرب وتتثقف وتتعلم وتسمع الشعر والسياسة والأدب والدين والعلم والفكر كل شيء، كل شيء، والإعلام. والله تخرجت من صالون فراج بشهادة أعتز بها أكثر مما تخرجت به في الجامعة، الإعلام يعني. فكان صالون فراج هو جامعة الأولى، كما كانت مدرستي الأولى والشريفين. هذه حقيقة أنا أقولها دائما. فقلت له: أستاذنا فراج، نحن من هنا وهناك، بهذه العبارة. قلت له بالداري السوداني: والله يا أستاذ فراج، نحن من هنا وهناك. هو فطن أنه قال: نعم، هذا الرجل معناها طالما هو من شرق السودان ممكن يكون من غرب إريتريا، ولذلك برضو هو كشاعر لا يؤمن بتلك الحدود. نحن مقياسنا أنه خذوا دنياكم وهذه فدنياواتنا كثر، رحم الله العقاد. دنياواتنا كثر، عندما قال العقاد كان يعني أنه الدنيا دي الشاعر لا تحد الحدود الجغرافية الوهمية. دنيا الشاعر سماوات الدنيا وأراضيها، دنياواتنا كثر. ولأن الشاعر هو يعني ليس كبشر عادي حقيقة يعني. الشاعر متميز، ولذلك عنده الدنيا والدنياوات لا تحدها الحدود، ربما لا يستطيع أن يصفها الشاعر بنفسه، ولذلك ينداح. فراج كتب عن إريتريا، وكتب عن فلسطين، وكتب عن العراق، وكتب عن إيران، وكتب عن آه العروبة كلها، وكتب عن الإنسانية، وكتب عن كل حاجة كما كتبنا نحن يعني، جاريناهم في كثير يعني. ولذلك هذه نعطيها الآن، إريتريا بنعطيها لأنه برضو بلادنا، والسودان وطننا كذلك، مسخرين لها عمرنا كله يعني. لكن أوطاننا الحقيقية والله في قلوبنا يعني. لكن نعتز على أننا برضو إريتريا هذه هي بلوى، وفي نفس الوقت برضو مسؤولية. لذلك عزيزي المشاهد، فقلت له: نحن من هنا وهناك أستاذ فراج. مم. قال لي: الآن افتح التسجيل. لأنه أنا سألته: ما هو ما هي رسالتكم للشعب الإريتري وأنتم تشاركون في هذا الحدث التاريخي، رفع العلم الإريتري؟ والله قال كلمة، تصريح قوي جدا، وتمنى لإريتريا كل سؤدد وتقدم، وكلمات كانت عبارة عن 5 7 دقائق، حيث الزحمة والرئاسة طبعا من حول هنا وهناك، والحراس وهكذا. وربما هو قدر على أني مراسل ولا بد أن أتابع، فشكرته وأدخلت كلمته في التقرير الذي بثته صوت الجماهير 93. بعدها عقد فراج ندوة أدبية تحدث فيها عن الشعر، وللأسف الشديد لم أكن حضورا، حيث توجهت بعدها مباشرة إلى خارج أسمرة، مكلفا بتغطية حدث الاستقلال وحدث رفع العلم. ربما كانت إلى الساحل، توجهت إلى الساحل نقف تحديدا. عموما آه هذا آخر عهدي بفراج الطيب السراج. وقبله من 96 إلى من 86 عفوا، من 86 إلى عام 90 حيث تخرجنا. وبعد التخرج، بعد نهاية الفترة الجامعية،
يبدو لي ترددت مرتين ثلاثة إلى أن مجموعة أسمرة دخلت أسمرة وقلبنا الصفحة ومشينا البلد. وتلك أيام قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت حقيقة. يعني الدخول إلى إريتريا كان فيها كسب واكتساب، آه وكانت فيها أشياء غير الكسب والاكتساب لكنني لا أندم عليها. عموما عزيزي المشاهد، أرجع إلى آه الموضوع الرئيس، وهو هذه القصيدة كتبت عام 1987 88. دار السلام، تحية وقضية. سأقرأ لكم. وكانت الإذاعة العراقية قد أجرت لقاء مع أستاذنا فراج الطيب السراج وقرأها بصوته، لكن المشكلة الفنية كانت موجودة في الإذاعة فلم يكن الصوت واضحا، وإلا قدمت لكم صوته مباشرة. فسأقرأ لكم ما تقدم به في الإذاعة العراقية. والمقدم قدمه تقدمة جيدة. فقال فراج قبل أن يقرأ دار السلام، تحية وقضية، التي تتناول عصرنا هذا الذي نعيشه من التردي والخنوع والهوان، قال: دعني في البدء أن قصيدة معلقة دار السلام كانت لها تقدمة. التقدمة تقول: ذروني أحيي ندي الأدب وأقضي لراعيه حقا وجب، أبث له التهنئات الحرارة، تحدرن من قلب صب محب، أحب البيان المبين الرصين، وأولع بالشعر شعر العرب، تغنى به هزجا صادحا، فأطرب من شاء منه الطرب، وأزعج آخر يهوى النعيب، فيطربه ناعب قد نعب، بقول يسمونه ضلة قريضا، ويدعونه بالأدب، وما هو شعر ولكنه وليد تخلق من غير أب. هذه كانت التقدمة التي تقدم بها للإذاعة العراقية، إذاعة بغداد. وبعدها قرأ دار السلام، تحية وقضية. قال فيها: قال فيها: أفي صحو أنا أم في منامي، أحقا هذه دار السلام. دار السلام أحد أسماء بغداد، لها أكثر من مسمى. والشاعر عندما يبدأ باستفهام في قصيدته، أعلم عزيزي المشاهد أن في جعبته وفي متن القصيدة الكثير المثير، فهو كان يحلم. قال: أحقا هذه دار السلام. وربما تراءت له بغداد غير بغداد الأمين والمأمون وهارون الرشيد وغيره، لأن بغداد العصر ذلك هي ليست بغداد الشموخ والرفعة. وكان ذلك العهد مقارنة بهذا العهد، كان عهد صدام عهدا شامخا أيضا، وترديناه كل عام ترذلون. يا ترى ماذا سنقول بعد 40 عاما؟ أو الذين سيعيشون بعدنا ماذا سيقولون؟ فقال فراج: أفي صحو أنا أم في منامي، أحقا هذه دار السلام، أتحت سمائها أحتو ركابي، وفوق فنائها ألقي زمامي، ألم تك فيض أحلام وضاء، زحمن خواطري منذ الفطام، تجيش بها رباباتي لحونا مجرحة، مدامعها هوامي، تغني الحزن والفرح المرجى على الأعوام عاما بعد عام. تشوف موحش المثوى شريد إلى الوطن المؤمل،
والمقام أخطر في ثرى الزوراء زهوا طليق العشق مشبوب الغرام، وفي جنبي أشواق ظماء يكدن يطرن من فرط الهيام إلى أرض المنادرة الأوالي بنات العز والمجد العظام، بنو ماء السماء ومن تسامت بهم فوق السهى أبناء سامي، حماة الدار حصن الجار غيث لدى الإعسار غوث المستضام، أمهد الرافدين وأنت قدما محلك في الغوارب والسنام، رأيتك قبل رؤيتك ائتلاقا يطرز جبهة الشرق القدام، وشمتك في السطور سطور نور كأجنحة الملائكة الكرام، تلامحوا كالبروق وراء غيم تنشر في المطالع كالخيام، أصبح في العراق أحط رحلي حمدت إذا سرى ليل التمام. طبعا لتقرأ لفراج أنا متأثر بقراءتي، لا يمكن أن تجيد، لا يمكن أن تقرأ كما كان يقرأ، كان ممثلا في القراءة ولا يقرأ الشعر عادي كذا مرتاح، لأنه شعره يحمل قضية وتحية، فكان رجل يهز المنابر ويعيش قصائده قراءة يتميز فيها لوحده. فأرجو أن تقبلوا منا أعزائي المستمعين والمشاهدين الكرام أسلوبنا في القراءة، ونرجو أن ننال حسن ظنكم وحسن استماعكم. يقول فراج في دار السلام تحية وقضية، يقول فراج الطيب السراج رحمة الله عليه: أصبح في العراق أحط رحلي حمدت إذا سرى ليل التمام، أرأي العين بغدادا تجلت تخايل في تهاويل الوسام، نسيج وشاحها قوس الغمام وعطر نفاحها فوح الخزام، تحف بها المواسم باسمات كما ابتسم الحباب على مدام، وقد شمخ النخيل بعدوتيها كتائب عن محارمها تحامي، ونشر فوقها الأضلال خضرا غمائم أو عمائم فوق هام، تعانقه النجوم مولهات فيجزيها التزاما بالتزام، ويركب من مخيلته براقا حوافرها مضيئات الحوامي، تزفزف في وشائع من نضار وترفل في بدائع من خدام، وأعينها الثواقب نافضات شظى الياقوت يسطع كالضرام، تطير بأجنح تطير بأجنح بيض الحواشي موائر مستجيشات العرام، مرصعة القوادم والخوافي بمثل السذر في حسن انتظام، كأشرعة من البلور تمضي فتنضو لجة السدم الطوام. وخلف روائها رفت طيوف رفيف اللؤلؤ الرطب التوام، لمحت بها الخلائف من معد تخر لها جبابرة الأنام، وقد بسطوا على الدنيا جناحا أضاء شعاعه حلك الظلام، وألبس كل بهماء يباب قلائد من حلى الأنق النوام، أزاهر يأتلقن تخال حسنا سموط الدر فصل في نظام. لمحت الخيل خيل الله شعثا يخضن ضوابحا لجج القتام، يثرن النقع من ركض ذيولا ويقدحن الحباحب بالرجام، يقض صهيلها وسن الأعادي ويفرخ روع درات الخيام، عليها كل أبلج شمري كليث الغاب في ساح الصدام، يضيء
بكفه غرباء حسام، حمائله على كتفي حسام، تضرم فيه أياب المنايا، تمج على العدا زبد الضرام. نكبر فالفضاء هزيم رعد، ويضرب فالدماء بكى غمام، جهادا في سبيل الله إما حياة العز أو عز الحمام. أولاك العرب حين العرب كانوا جهادا في سبيل الله إما حياة العز أو عز الحمام. أولاك العرب حين العرب كانوا ربيع الناس في الزمن العقام، وإذ كانوا وساحتهم عرين يحاط حماه بالموت الزؤام، يزلزل زأرهم صلف الأعادي ويرعش جبرة الجيش اللهام. وإذ كانوا الحماة لدى الرزايا، وإذ كانوا الأساة من السقام، وإذ كانوا الهداة إلى الوئام، وإذ كانوا الدعاة إلى السلام. لهيب لهيب من الكلام والنظم والفكر. وإذ كانوا الدعاة إلى السلام، ألم يبعثهم الإسلام رسلا إلى أمم هلكن من الخصام، فأرسوا للأنام صروح عدل رصين الأس شماخ الدعام، وشادوا للعلا عرشا منيفا توهج فوقه بدر التمام. فأين المسلمون اليوم إنا نراهم في احتراب وانقسام. فأين المسلمون اليوم إنا نراهم في احتراب وانقسام، مصايرهم بأيد آثمات تدبر للدمار والاصطلام. ففي القدس السليب يصيح جرح، وفي بيروت أكباد دوام، وفي بغداد في طهران شلو يئن على النجاد، وفي التهام تبعثره الرياح الهوج صوتا إلى الإسلام يدعو والسلام. وثكلى تستغيث ولا مغيث سوى النيران تزأر والقتام، وطفل في دموع اليتم يطفو ويرسب بين أشلاء ركام، يفتش عن أب أم شقيق هووا بين الدكاتك والرجام. وقد طفئت سوى الأمل المرجى، وغول الدرب تمعن في التهام، محارم تستباح بغير حق، وأرحام تجاح بلا أثام، يذبح بعضهم بعضا وتمشي عقودهم على جثث وهام، وهم خفضوا الرؤوس لكل غاز، وهم كشفوا الصدور لكل رام، ودانوا للأرادل من لئيم نماه الغرب من همج لئام، ومن وغل لشرق الكفر ينمى صدوف عن حلال أو حرام، يعيش لبطنه عيش السوام مدلا بالشراب وبالطعام. أساغ الذل فهو أحب طعم، وذاق الهون فهو ألذ جام. وأين العرب إنهم كثير، ولكن كثة السحب الجهام. وأين العرب إنهم كثير، ولكن كثرة السحب الجهام. تراموا بالسباب وبالسهام، فأذهب ريحهم طول الترامي، وقد اتخذوا العدو لهم وليا، فباءوا بالصغار والانهزام. وآب عدوهم بهجا قريرا، ألم يصب العزيز من المرام، ولو عزموا لمرغ أنف باغ أذل أنوفهم فوق الرغام، ولو ظفروا القوى لتنكبتهم حشود الشرك من غير اقتحام. ولو نهجوا طريق الله يوما لشق لواؤهم ثبج الغمام، عجبت لمن له حد وقد
وينبو نبوة القضم الكهام، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطية بلا سنام. ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. هذا اقتباس من أبي الطيب المتنبي. ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. ذريني يا أمامة من ملام على خوض الأهاويل الجسام، على غزو المساوف غامضات وجشمي للسباريت الموامي. فإني من حمى عرب كرام أتيت إلى حمى عرب كرام، من السودان يحملني جناح من التحنان ملتهب العرام، يلاطم من خفايا الجو لجا عتيا لا يمل من اللطام، يهشم أنف عزته ويمضي كما يمضي المريش من السهام، وتحسبه شهاب الرجم يقفو عصائب من شياطين الظلام، يحرقها يمزقها فتهوي كما تهوي مفلقة السلام، أو مفلقة السلام، كما تهوي مفلقة السلام. ألبي داعي الإسلام أمشي إليه على جسور من ضرام، ألبي صوت داعي العرب إني إلى ماء الفرات لجد ضامي. وفي بردي جاش النيل توقا لدجلة يشتكي حر الأوام، وسال العشق من جفنيه دمعا ترقرق في السطور مع الكلام، وذاب الود في كلمي عقيما نظمت به أهازيج الهيام، من السودان حيث الطلح تحنو بواسقه على قزم الثمام، وحيث السيسبان ترف خضرا دوائبه فتهزأ بالسهام، يهامسها من الهجليج فرع تلفت فوق شرفته القطام، يهامسها من الهجليج فرع تلفت فوق شرفته القطام، يقلب في غضون الجو عينا تحاذر بأسها حزق اليمام، إذا مدت إلى الآفاق لحظا تخرق دونه جسد الغمام، من السودان موطن كل حر أبي لا ينام على اهتضام، يعلم كل جبار عنيد معاني الانحناء والانهزام. طبعا دخلت الستة، الناس أخذت حكم نميري 85، هذه بعد عامين من ذلك العهد، والإنقاذ لم يأتي بعد آنئذ. يقول فراج يعلم كل جبار عنيد معاني الانحناء والانهزام، أتيت وفي الضلوع أجيج نار كشمس بلادنا حر الضرام، دعتني للعروبة واشجات أواصر وصلهن من الذمام، وإني يعربي الجذم أدعى فأنهد نهدة العضب الحسام، وكيف ومحتدي لأب همام تحدر قبل من جد همام. يرى في العرب والإسلام ردءا، يرى في العرب للإسلام ردءا سواهم لا يقوم على قوام، فإن قيل العروبة طار شوقا بريش من لظى الدمع السجام، إذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. أيضا اقتباس: ملوك الشعر والأدب المنقى سلام من مشوق مستهام. ملوك الشعر والأدب المنقى سلام من مشوق مستهام، يذوب حنينه كلما جريحا تشوفوا للشفاء والالتئام، وهل تلتام في يوم جراح تحط بها السهام، تحط بها السهام على السهام. ملوك الشعر هل في الشعر برء لأدواء نفذن إلى العظام، تكتمها أضالعنا فتطفو مع الأنفاس
من حر احتدام لها موج يمور شواظ نار على شطآن أجفان دوام. وكيف البرء والأعمار تمضي تعثر في مواجعها الركام، تهدهدها أماني حيارى بشائرها كأحلام النيام، تلاصف ثم تخبو مطفآت كما تخبو الجذى تحت الرغام. بني قحطان أو عدنان مهلا أفيقوا من خمار أو منام. بني قحطان أو عدنان مهلا أفيقوا من خمار أو منام. أحدثكم بني أمي قليلا بأسباب الهزيمات الجسام. عقائلنا خلعن بلا حياء ثياب حيائهن والاحتشام. خرجن إلى الملا متبرجات بلا صغو لذم أو ملام. ولما خلنا لمع الزيف ماء هجرن لوهمه عذب الجمام. سدرن مع التفرنج في ركاب وسرن مع الإباحة في زمام. ولملا والعرين بلا أسود ينهنه زأرها اللبأ الظوام. ولملا والعرين بلا أسود ينهنه زأرها اللبأ الظوام. ولملا والثعالب صرن أسدا مزيفة النهيت والاهتزام. وقد مسخ الليوث ظباء قاع فلم نمز الزئير من البغام. وقد مسخ الليوث ظباء قاع فلم نمز الزئير من البغام. يد الإعلام تهدم ما نعلي وهل يعلو البناء بالانهدام. وباسم الفن كم باعت رجال كرائمها ببخس من حطام. وباسم الفن نغزى كل يوم بعقر ديارنا غزو انتقام. وباسم الفن نغزى كل يوم بعقر ديارنا غزو انتقام. وتسلبنا مناقبنا جهارا دهاقنة الفساد والاخترام. وباسم الفن ننشر للبرايا وباسم الفن ننشر للبرايا مخازين الشبيهة بالقمام. وباسم الفن نشحذ ناب ذئب ليرتع ما يشاء مع البهام. وباسم الفن تدعون البغايا لنشفى بالسمام من السمام. وباسم الفلكلور نعيد جهلا مشاهد من رذائلنا الرمام. نقلد كل خنزير وضيع تقذى بالشنار وبالأثام. وننبذ خلف أظهرنا سفاها مناكب يذبل وذرى شمام. كذلك نقتدي بالغرب عميا فتسلمنا العماية للحمام. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط الطعام. وننبذ خلف أظهرنا سفاها مناكب يذبل وذرى شمام. كذلك نقتدي بالغرب عميا فتسلمنا العماية للحمام. وما للمرء خير من حياة إذا ما عد من سقط الطعام. وفدم ذمني أن قلت شعرا على النهج العروبي القدام. فقلت إليك إني بعد فحل ينافح بالضراب وبالكدام. ولما يعدني معدي فريق أصيب بالخصاء وبالفصام. فهم في العرب إن قيل انتماء وهم في العجم في يوم التسامي. فهم في العرب إن قيل انتماء وهم في العجم في يوم التسامي. فيشنأني وأشنأه ويبدي
قبيح ريائه حسن ابتسامي، ويعجب من عرابة ابن عي فيشنأني وأشنأه، ويبدي قبيح ريائه حسن ابتسامي، ويعجب من عرابتي ابن عي ضعيف عند مشتجر الخصام، يبشر بالفهاهة ذا طباع عمين عن البيان من التعامي، ألم يسلبه نخوته بديئا تولعه بأعجام الأنام، بني الإسلام والقرآن مهلا أفيقوا من خمار أو منام. أيدعو للصلاح رفيق غي يمزق في الهوى ليل التمام، متى كان الترقي في التعري عن الأخلاق والشيم العظام، متى كان التحرر بارتياد مواخير الخلاعة والحرام، متى كان التقدم في التخلي عن المثل النبيلات السوام، وهل كان العلا زمرا وزقا وراقصة معطفة القوام، نضت ثوب الفضيلة فاشرأبت ذئاب الأنس للجسد المسام، وناسا في ضباب السكر تاهت بصائرهم، وفي العهر المدام هرقنا سور غيرتنا، وأمسى توهجنا سخاما في سخام. بني قحطان أو عدنان مهلا، بني قحطان أو عدنان مهلا أفيقوا من خمار أو منام، أيمنع بالتخنث والتغني ثمار المجد والشرف الضخام، وكيف النصر كيف وقد هزمنا لدى شهواتنا شر انهزام، ترقينا إلى سفل وهذا حصاد حضارة الغرب الطغام، ترقينا إلى سفل وهذا حصاد حضارة الغرب الطغام، ألم تك جاهليتنا قديما أتم كرامة وأعز حامي، ألسنا من أبات الضيم قبلا إذا انقاد المصاعب بالخطام، ونشرب إن وردنا الماء صفوا إذا شرب الملا كدر السوام، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما ينصب سيدا عقب الفطام، ألا ما بالنا ذا اليوم بتنا نطأطئ هامنا لأذل هام، فنلعق نعل ريغنا في صغار ونستهدي باليمين الظلام. أنا كان ريغان قائد الركب الذي يقوده اليوم ترامب. فيقول لهم نطأطئ هامنا لأذل هام، فنلعق نعل ريغن في صغار ونستهدي بلينين الظلام، وعدنا بعد رجلتنا إناثا، وعدنا بعد رجلتنا إناثا، أعدنا بعد رجلتنا إناثا تفيء إلى البراقع واللفام، لخاب إذا مؤملنا وضاعت كرامة أمة العرب الكرام. لعن للشعر عاث به أناس، لعن للشعر عاث به أناس مشوا في موكب العجم اللئام، وجاءونا بأشقر طمطمي رزي السمت مرتبك القوام، فلا ذكر ولا أنثى ولكن نرى خنثى تسير بلا احتشام. نرى خنثى تسير بلا احتشام، تزاحم في الصيال بغير سيف، وترأى في الرجال بلا لثام، تبرجها وقاحة مستباح تأسد في حمى الزمن الحرام، وهل يسترجع العربي
عزا يحاوله بأسباب رمام، وهل يستدرك العربي مجدا يطير له بأجنحة النعام؟ لقد خلع العروبة حين غنى، فلم يأرج به عبق البشام، ولا ضاعت مقاطعه عرارا، ولا ضاءت بأسرجة الثغام، وداس ذؤابة الفصحى جريئا، ولم يحفل بنجد أو بشام، وقد وأد العروبة حين غنى بغير لسانها لغو الكلام. وجاء بها ركاكات مراضا تخبر أنهم مرضى اعتزام، وإنهم أسارى كل صوت دخيل أخضر العينين صامي، لقد ألفوا النعيق فلم يعودوا ذوي سمع دسجاع الحمام. تصبتهم رطانات الأعادي، وكم فخروا بها عند التسامي، كما افتخرت بربات إماء أيفخر بالهوان والاهتضام. وقد قتلوا الفحولة حين هاموا بأغلف ذي دلتيات وانبهام، فجاءوا الشعر ممسوخا خصيا بكيم الجرس مطموس النظام، وقالوا إنه التجديد تعسا لتجديد الخصي المستضام. لعن للسان يعرب كم تهاوت، لعن للسان يعرب كم تهاوت به كبوات ذي كلم عقام، وكم فتكت به شفتا عيي، فقد أمسى حطاما في حطام. فأين البصرة البيضاء؟ أين العلوم الغزر كالديم الهوام؟ يفجرها الخليل عيون نور غوامر لا تكدر بالزحام، وينشرها ابن قنبر للبرايا خضما زاخر الأثباج طامي. تضل الفلك ساحله فتبقى تخلج في العباب على الدوام، وفي أحشائه القصوى استقرت شعاب الدر ساطعة الضرام. كتابا ذا موالج باهرات تحاماها ذو الخلق الكهام، توامض كل غواص جسور على الأهوال كالسيف الهذام. وأين الكوفة الغراء تسقي رحيق الشعر جاما بعد جام، فقاقعها مباسم مشرقات عن البهج المنور والقسام. نداماها الخناديد المذاكي إذا افتخر المنادم بالندام. وأين الشعر يجلوه ابن هاني خرائد يعربيات الوسام، لبسن بهاءهن شفوف وشي غنين بزينهن عن الوشام، خذين السحر سحرا بابليا يداوي بالسقام من السقام، وأورثنا الجزالة عن جدود خضارمة جلاجمة خلاجمة عظام. هم اللسن الفصاح إذا تبارت فحول القول في سوح الكلام. وأين مها الرصافة وابن جهم أسير الجسر والحدق الروامي؟ جلبنا له الهوى وأعدنا شوقا أعاد له الجوى بعد الجمام. يرقرق من بديع الشعر لحنا كأن مجاجه ريق المدام، إذا ناغمته روى أمامي ومحى برح شجوي واغتنامي. ورحت وقد أعاد علي ريشي وأطلق من زماعي واعتزامي، وأشعلني قوافي نابضات بأنفاس الصبابة والغرام، وأجج من عشق العرب صرفا بلا زيف انتماء واتهام. فإن عاتبت جاء العتب نزفا لأوجاع تلظى في عظامي. فإن عاتبت جاء العتب نزفا لأوجاع تلظى في عظامي. بني بغداد إن الشعر لمح يشير إلى التمام،
بلا تماني. فلا أحصي لكم مجدا تليدا بنته العرب بالهمم الضخام، تذبذب عن معاليه المعالي وتقصر عن مراميه المرامي. ولا أحصي لكم مجدا طريفا يضيء مع الفراقد في مصامي. وحسبي أن أردد عفوا بدء قولي وأهتف في ذرى أهل كرام. وحسبي أن أردد بدء قول وأهتف في ذرى أهل كرام. أفي صحو أنا أم في منامي؟ أحقا هذه دار السلام. 1987. دار السلام تحية وقضية للشاعر الراحل المقيم فراج الطيب السراج، الشاعر العالم المفكر المثقف العلام المتدين الشاعر النحرير، رحم الله رحمة واسعة. أشكركم أيها السادة على حسن الإصغاء والمتابعة. كنت معكم في برنامج مع اللغة العربية في الحلقة رقم 227. تحياتي محدثكم أحمد شريف من قناة سلام الإعلامية المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.